قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الشيخ القارئ عبد العزيز الكرعاني، صوت جميل وقلب خاشع، حفظ القرآن في الصغر بعد أن تنبأ بموهبته والده والمقربون منه، ثم أرسل إلى الكتاب. لما بلغت 5 من عمري أرسلني والدي إلى الكتاب، وكانت عادتنا أن ندخل أو نلج الكتاب قبل الدراسة النظامية، وبطبيعة الحال كان والداي مسروران بوجودي داخل هذا الكتاب لأحفظ القرآن الكريم على يد خالي الذي عرفته قد وقف حياته كلها لتحفيظ الصغار كتاب الله تبارك وتعالى، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. وقد حفظت عليه جزءا لا بأس به من القرآن الكريم بطريقة المغاربة المعروفة، طريقة اللوح، فكنت أكتب اللوح في الصباح وأحفظه وأستظهره عليه ثم أمسحه في اليوم الآخر، وكنت أحظى بالقرب منه دائما، وقد كان يفضلني على كثير من الطلبة لنجابتي ولحفظي السريع للقرآن الكريم. وما أظن ولا أذكر أنه في يوم من الأيام قد رفع عصاه ليضربني بحكم أني كنت مقربا منه بحفظي وبنجابتي. كان هذا هو شيخي الأول في حفظ القرآن الكريم، وقد تلقيت منه توجيهات كثيرة وكان يحبني كثيرا. وهناك مشايخ آخرون كانوا سببا بعد الله تبارك وتعالى في وصولي إلى ما وصلت إليه، والفضل والمنة لله تبارك وتعالى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. بدأت أؤم الناس بالمسجد الذي حفظت فيه جزءا من القرآن الكريم في الصغر، مسجد خالي الذي ذكرت آنفا. طلبت للإمامة فاستجبت، فكانت تلك هي بدايتي، وانتقلت بعدها إلى مسجد التوبة بنفس الحي. صليت بالناس فيه أزيد من 5 سنوات، ثم انتقلت إلى مسجد التيسير بحي سيدي معروف، وأممت الناس فيه 3 سنوات، ثم انتقلت إلى مسجد كبير. هذه كل قاعات صغيرة التي ذكرت. ثم انتقلت إلى مسجد بولو، مسجد السلام بحي بولو، فأممت فيه الناس من 2003 إلى 2006 صلاة التراويح فقط، شهر رمضان فقط. ثم انتقلت إلى هذا المسجد